كارثة في مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007. اتقال إن كان في ماتش بين الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 في بطولة دوري الجمهورية للناشئين، وفي الدقيقة 3 حسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي، وده اللي أغضب الجهاز الفني لبيراميدز، ونزل واحد من أعضاء الجهاز الإداري لفريق بيراميدز للملعب احتجاجا على القرار. وقام بعدها إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز نزل لأرضية الملعب هو كمان واعترض على الحكم، وده اللي خلى الحكم يديله كارت أحمر ويطرده من اللقاء. ولكن اسلام شكري رفض مغادرة الملعب وقال له مش هطلع من الملعب، وريني هتلغي الماتش ازاي، عاوزني اطلع طلع بتوع الاهلي هما كمان. وقام بعدها حكم المباراة منح اسلام شكري مهلة محددة للخروج من الملعب وهدده بإلغاء اللقاء لو ما تمش تنفيذ القرار، إلا إن إسلام شكري رفض يخرج من الملعب وفضل يعترض جوه أرض الملعب. وبعد مرور الوقت القانوني المخصص للانتظار قرر الحكم إن هو يلغي الماتش أساسا واحتسبه لصالح النادي الأهلي، وخد طاقم التحكيم ومشي من الملعب. ومدير الفني الأجنبي لفريق بيراميدز حاول يتكلم مع طاقم التحكيم وطلب منهم إن هم يكملوا الماتش، ولكن الحكام رفضوا العودة بسبب اللي عمله رئيس قطاع ناشئين بيراميدز. ففي وجهة نظرك يا معلم إيه رأيك في الكارثة اللي حصلت دي؟